السلام عليكم اخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير نتوما ووليداتكم. اليوم في هذا الفيديو غادي نقترح عليكم واحد التحليه اللي كتجي خطيره لذيذه بزاف، كيحماقوا عليها الدراري الصغار وحتى الكبار. عندنا هنا بيمو ديال درهم، اي بسكوي عندكم وتفضلوه ديروا، ماشي ضروري ديروا هذا. انا غادي نستعمل هذا النوع هذا هنريز، كيكون فيه كميه كثيره ولذيذ بزاف. غادي ناخذ واحد نص ساشيه ديال نيسكافي او قهوه سريعه الذوبان، كاس تقريبا ديال الحليب. غادي نسخن هذا الحليب، نسخنو غير شويه ماشي بزاف يغلى لينا، غير شويه باش القهوه دغيا تذوب. نضيف ليه هذه القهوه سريعه الذوبان نيسكافي، ما غاديش نضيفها كلها، غير نصها صافي، ونخلط مزيان في الحليب وهو سخون. دابا غادي ناخذ هذا المول الصغير، اي مول توفر عندكم زوين يمكن لكم ديروه او يجيكم مزيان يمكن لكم ديروه. انا غادي ندير هذا صغير شويه، ما غنديرش الاخر اللي كبر منه. غادي ناخذ هذا البسكوي، غادي نبدا نسرح فيه بهذا الشكل هذا، وحده وحده وحده. المهم غادي ندير الطبقه الاولى نسرحها مزيان. سرحت الطبقه الاولى ديال البسكوي، دابا غادي ندير الطبقه الثانيه. كيكون فيه بزاف، لهذا غادي يكفوني غير 4 يمكن، وحده غادي نحيد. دابا غادي ندير الطبقه الثانيه، سرحوها مزيان على هذا الشكل هذا. سرحت البسكويت الطبقه الثانيه، شاط ليا منه هذا النص، وهذه بقى ما حليتهاش، مره اخرى ان شاء الله. دابا غادي ناخذ هذا الخليط ديال الحليب والنسكافي، غادي نبدا نخويه فوق البسكويت بهذا الشكل هذا، نخلي حتى بلاصه ناشفه، كله غادي نخوي عليه الحليب. دابا من بعد ما خويت عليه الحليب ونسكافي، شاط ليا هاد الشويه هذا. انا درت هنا كاس ديال العنبه ما كاملش، قياس كاس الا ربع ديال الحليب ونسكافي مخلطين، كفاوني في هذا الشيء، وشاط ليا هاد الشويه. غادي نحيدوه على جنب، وناخذ نفس الكاسرونه غادي نضيف ليها اطرو ديال الحليب، لتر ديال الحليب. باش نحضروا الطبقه الثانيه غادي نحتاجوا 2 علب ساشي ديال الفلون بنكهه الشوكولاط. انا عندي هنا ديال درهم ونص، ما فيش السكر، عاد غادي نضيف السكر من بعد. السكر كيكون على حساب الذوق. عندي هنا 8 المربعات ديال الشوكولاط، غير هذا اللي باقل ثمن، يمكن لا 4 ريال الوحده ولا مع 2 بنص درهم. غادي نبداو، غادي نحل هاد الساشي ديال الفلون. عندي هنا 2، كل نص لتر ديال الحليب كنضيفوا ليه وحده. عندي هنا 2 نصاص ديال الحليب، خاصنا نضيفوا 2 باكيات، يعني اطرو ديال الحليب فيه 2 باكيات. انا كنفسر غير البنات المبتدئات اللي مازال ما عارفينش، اما السيدات راهم عارفين اطرو ديال الحليب ضروري نديروا فيه 2 ساشيات ديال الفلون. انا عندي هنا الفلون ديال درهم ونص الوحده. غادي نضيف السكر الحليب، ومن بعد غادي نخوي هاد الساشي ديال الفلون. انا حليتهم دابا. الشوكولاط غادي نخليوه حتى الاخر. عندي هنا مايزينا، كل نصف لتر ديال الحليب نضيفوا ليه 2 معالق كبار ونص عامرين ديال المايزينا او النشا. دابا اطرو ديال الحليب غادي نضيف ليه 5 ديال المعالق، 3 4 5. راه معامرين كما كتلاحظوا
في الفيديو. دابا غادي نخلط هاد المكونات في الحليب وهو مازال بارد. الا كانت عندكم سنيده ضيفوها، انا ما عنديش ضفت السكر. المهم راه غادي يذوب بسهوله. نخلط هاد المكونات كامله في الحليب وهو بارد، عاد نحطو فوق البوطه. دابا من بعد ما خلطنا وتاكدنا مزيان راه كلشي داب، غادي نحطوه فوق البوطه. ما غاديش نهداو عليه من التحراك. ضروري البنات نبقاو نحركو باش ما تحرقش لينا الحليب والمايزينا. الا تحرقوا راه غادي يجي المذاق ديال هاد التحليه مر بزاف وما غاديش تقدروا تكملوه، ما غاديش تجي بنينه. خاصكم ضروري تبقاو تحركوا باش ما تلصقش لكم في الكاسرون. انا مازال كنحرك البنات، ما هديتش من التحراك، غير وقفت الفيديو باش ما يجيكمش طويل. غادي نبقى نحرك باستمرار حتى تختار ليا التحليه. دابا كما كتلاحظوا الحشوه ها هي بدات كتختار. في هذه المرحله غادي نضيفوا الشوكولات. انا الشوكولات قربته لهنا باش نبقى عاقله عليه. غادي نبدا نخلط مزيان باش هذاك الشوكولات كامل يذوب ويتجانس ليا مع الخليط، او يتجانس مع المكونات الاخرى. ضروري نخلطوا. ديروا شي اناء كبير باش هكا تلقاو كيفاش تحركوها على خاطركم. انا درت هذه هي اللي بديت بها في الاول، ما بغيتش نوسخ بزاف ديال الكاسرونات، هي اللي كملت فيها. غادي نخلط مزيان باش هذاك الشوكولاط يذوب، ونتسنى عليه واحد شويه حتى تشد في راسها مزيان وتختار بزاف. صافي دابا هذا هو القياس اللي خاصها تكون فيه. غادي نحيدها من فوق البوطه. ناخذ المول وغادي نخوو هاد الخليط فوق الطبقه الاولى. دابا غادي نخليها هنا برا حتى تخافض درجه الحراره ديالها. عاد ندخلها للثلاجه شي نص ساعه بحال هكاك ولا 45 دقيقه، وندوزو باش نحضروا الطبقه الثالثه. من بعد ما تماسكات لي الطبقه الثانيه، دابا غادي ندوزو باش نحضروا الطبقه الثالثه. غادي نحتاجو فيها 2 كيسان بقياس العنبه ديال الماء، واحد ساشي وحده ديال القهوه سريعه الذوبان، السكر غير هاد الطريف يمكن لكم ديروا معلقه ديال سنيده كبيره. عندي هنا باكيه ديال او ساشيه ديال فلون بنكهه الشوكولاط، هو اللي درنا في الاول. وعندي معلقه كبيره ديال النشا او مايزينا في نفس الكاسرونه. غادي نخوي هاد الماء 2 كيسان، السكر على حسب الذوق، والساشي ديال قهوه سريعه الذوبان انا غادي نحلها. غادي نضيفها للماء كامله. الا كنتو تبغوا القهوه المذاق ديالها يكون مجهد، يمكن لكم ديروا 2 ساشيات. ساشيه ديال الفلون عندي هنا كما قلت لكم في الاول ديال 1.5 درهم باش يطلع لينا اقتصادي. غادي نضيفها حتى هي بنكهه الشوكولاط، واحد المعلقه ديال مايزينا كبيره. غادي نخلط هاد المكونات وهي بارده. خلطوا مزيان تبقى يبان لكم كله تجانس وكل شيء هذاك الشيء داب، لا مايزينا ولا نسكافي ولا الفلون، كل شيء يذوب. عاد نحطوه فوق البوط ونبقاو نحركو. ضروري نحركو البنات باش ما يتحرقش لينا ويلصق. ما نخليوش البنات تيختار بزاف بحال الطبقه الاولى، غير يبان لينا بدا يتجمع وبدا يتماسك. صافي غادي نطفيو عليه ونكبوه فوق الطبقه الثانيه. صافي هذا هو القوام ديالو، خاصو يبقى جاري بحال هكا باش يجي الوجه ديال الطبقه الثانيه او الوجه ديال التحليه مقاد وزوين. غادي نكب هذا الخليط الفوق ونخليه حتى يبرد شويه، ما يبقاش هكا سخون بزاف، وندخلو للثلاجه. انا حليت عليه هنا الشرجم باش دغيا يبرد. راه وقت الفطور راه قرب، العصر اذن قبيله شويه. كما كتشوفوا راه واحد البرد ما نقولش لكم، راه ما خلى لينا لا حوايج في السطح لا حتى شي حاجه، كلشي طار. غادي نخلي هاد الطبقه الثالثه حتى تبرد شويه. هذيك الساعه غادي ندخلو للثلاجه ونخليه حتى يوجد، وهذيك الساعه غادي نقدمه لكم باش تشوفوا الشكل النهائي ديالو.
الا وصلتوا حتى لهنا البنات ما تنسوا. دابا من بعد ما خليتها واحد الساعه تقريبا في الثلاجه حتى تماسكات، هذا هو الشكل ديالها. غادي ندوز الموس من الجنب بحال هكا باش دغيا تهز لينا. غادي نقطعها دابا، نقطعها من الجهه الاخرى حتى هي نفس القياس. هذا هو الشكل النهائي ديالها. غادي نقطع واحد شويه باش تشوفوا مزيان. هذا هو الشكل، نتمنى يعجبكم. غادي نقطع كلشي ونقدمو باش تشوفوا الشكل النهائي ديال التحليه كامل. هذا هو الشكل النهائي ديالهم. نتمنى تعجبكم هذه التحليه وتجربوها. تبعوا المقادير وتبعوا الطريقه، راه غادي تخرج لكم زوينه بحال هذه.